يا جماعه النهارده احنا في المغرب وقررت ان انا هعمل فيديو اقيم فيه المنتجات المغربيه اللي بنشتريها في العادي من السوبر ماركت، اقيم اشهر المنتجات المغربيه واشوف او اقول لكم رايي فيها. بس قبل ما ندخل ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه. معاكم وائل خاطر رحاله مصري، واتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت من رحلات في المغرب والفيديوهات اللي جايه. جيت على سوبر ماركت هنا اسمه مرجان او مرجان او مرجان، مش عارف كاتبينه تقريبا بالعربي بالانجليزي مختلف عن العربي. ها هو هنجيب اول حاجه 2 من دول. اول حاجه هنجيبها المنتجات الزبادي تقريبا عندهم دانون اهو، يعتبر من اشهر الشركات هنا في المغرب. انا ما بحبش الزبادي العادي، فبحب الزبادي بالفواكه. عندهم هنا بالفروت فواكه استوائيه، ممكن نجرب واحده فاكهه استوائيه وممكن نجرب عندهم كمان بالبيستاشيو، هيبقى حلو ده. خلينا نجرب كمان واحده بالبيستاشيو. انا ما بحبش الفواكه انا ما بحبش الزبادي العادي، عشان كده جبت واحده بالبيستاشيو واحده بالفواكه الاستوائيه نجربهم. تنصحوني نجرب ايه تاني؟ عرفوني في الكومنتات الحاجات دي مشهوره ولا انا بتخيل يعني، ولا انا بخمن غلط. اعرف ان في حاجات بالافوكاتو كمان مشهوره هنا، بيحبوا يشربوا العصير الافوكاتو، فخلينا نشوف. تقريبا ده مشهور، خلينا نجربه اهو. يا شباب I need your help، ممكن تساعدوني؟ عايز مساعدة. انا بعمل فيديو على اليوتيوب اشهر تطلعوا في الفلوج. انا بعمل فيديو على اليوتيوب اشهر البرودكتس في المغرب، تمام؟ I will try it and review it. عايزكم تساعدوني ايه الحاجات المشهورة، يعني اجيب ايه؟ انا جبت الحاجات ديت بس دانون. قولي لي ايه حاجات تانية بقى مشهورة ممكن اشتريها. عبارة عن ايه ده؟ ده رمان. ماشي. يعني انتوا بتشربوا ايه؟ انتوا اشهر حاجة بتشربوها ايه؟ ده ماشي. ده بالافوكاتو. ماشي. ايه تاني؟ اهو يا جماعة هما اللي بيقولوا لي يعني عشان ايه. عصير شيبسي شوكولاتة. انتوا شوكولاته ميلكا دي ميلكا مشهورة في كل حتة. انا عايز حاجات تكون مغربية فقط، يعني ما الاقيهاش غير في المغرب فقط. مشهور ده مشهور. اسمه ايه؟ جيتوس. جيتوست كوكتيل. بيبقى كوكتيل ولا بيبقى عامل ازاي؟ كوكتيل ديال الفقراء. دي الفقراء. درهم. درهم. ده الفقراء قصدك. ماشي. ماشي شكرا. يمكن معظم الشيبسي اللي هنا هو ليز او حاجات ما اظنش ان هي مستورده. يا جماعه ده برده مشهوره هنا جدا. في اول ما جيت كنت فاكره ان هو عصير برتقال، او كنت فاكره ان هو اورنج جوس، طلع ان هو مش اورنج جوس، طلع ده فانتا تقريبا او حاجه زي صودا، فبرده هنجربه. جبنا المنتجات، هنعمل تقييم دلوقتي للمنتجات او السناكس الموجوده في المغرب او المغربيه ونقول رايي فيها عامل ازاي. اول حاجه جبت شيبسي هنا اسمه ليدر شيبس، معرفش ده مغربي اصلا ولا لا ولا مستورد، مكتوب عليه فروماج. جبنا عصير هنا من شيريجوي، شركه اسمها شيريجوي تقريبا، واسمه دايا دوت زبادي بالافوكاتو، زبادي اهو بالافوكاتو، اسمه ضابه يوجرت للشرب. عصير قصدي زبادي اهوت بالافوكاتو، ده من الحاجات المشهوره هنا. جبنا حاجه اسمها جميله اوريجينال، ده زي عصير رمان، ده برضو من الحاجات المشهوره هنا، اسمه جميله اوريجينال. ها هو زبادي دانون بالفستق، زبادي دانون بالفستق. ده جوتس، حاجه اسمها جوتس بعصير كوكتيل، ده بدرهم تقريبا فيتامين سي، وبيقولوا عليه ان هو للفقراء تقريبا، ده اسمه جوتس. تاني حاجه دانت كريم كراميل، دي من الحاجات اللي موجوده هنا في المغرب. زائد الاشهر بقى اللي هو هواي، وده زي صودا او فانتا، من الحاجات المشهوره جدا هنا في المغرب. نبدا بالشيبس. هقول لكم سريعا كده كل حاجه كلها واقول لكم رايي فيها.
خلينا نبدا بالشيبسي. المنتج طعمه حلو جدا. الشيبسي كمان يعني تحس ان هو كويس، مش بايت، فريش وبيقرمش. واديله تقييمي دي من 10 هديله 8 من 10. تمام كده، يبقى الشيبسي هنا واخد 8 من 10. تاني حاجة عايز اجربها هي جميلة، ده مشروب رمان، خلينا نجربه. بيتفتح كده، الفتح بتاعه سهل وشكله من جوه حلو، لونه حلو جدا. بصوا لونه عامل ازاي. خلينا نجرب ونشوف طعمه عامل ازاي. ده المفروض ان هو مشروب اوريجينال رمان. طعمه حلو جدا، معرفش، تقريبا زبادي بالرمان، طعمه خطير. اللي هو ده اوريجينال، طعمه حلو قوي. جميلة ده او البراند ده او المشروب ده اديله 9 من 10، طعمه رائع. طيب ندخل على المنتج اللي بعد كده. ايه المنتج اللي بعد كده؟ خليني اوريكم. ها هو المنتج اللي بعد كده. خلينا نجرب. ده بيسموه زي عصير الفقراء معرفش هما قالوا لي كده في الفيديو. واسمه ده عشان ده بدرهم تقريبا، كوكتيل ومشروب فيه فيتامين سي، غني بالفيتامين سي. طيب شكله عامل كده اهو زي ما فتحناه. خلينا ندوقه. طعمه مش حلو قوي، يعني طعمه خفيف بزياده، وحش. طعمه كويس بس الكواليتي بتاعته مش اكتر، مش اقوى حاجه. مش حاسس كمان بطعم الفيتامين سي فيه قوي يعني، فطعمه مش وحش بس اديله 5 أو 6 من 10. ده تقييمي العادل ليه. فاضل معانا حاليا 3 منتجات، 1 2 اهو. رب الافوكاتو او هواي او الزبادي بالفستق. خلينا نجرب الزبادي بالفستق ونسيب المشروبين المشهورين دول للاخر، يبقى منافسه ما بينهم. شكلها عامل كده اهو. المفروض ان هي زبادي بالفواكه. خلينا نجرب هل هي فواكه حقيقيه ولا هو يعني مش فواكه. هو طعم الفستق فاكيد طعم يعني طعم مكسب او مش حقيقي. طعمه غريب جدا، ما حسيتش باي نوع باي طعم الفستق الصراحه. لا ما عجبنيش. معلقه كمان عشان نقدر نحكم عليه بعدل. لا ما عجبنيش، اديله 4 من 10. يعني دايما بالفستق الصراحه ما عجبنيش قوي الطعم، ما حسيتش قوي بطعم اي فستق، فهنديله 4 من 10. هنا بنوصل للمنافسه القويه بين مشروبين تقريبا من الاقوى هنا في المغرب، بيحبوا جدا الافوكاتو. فخلينا نشوف، نجرب الهواي نشوف هيعجبنا ولا لا. طعمه حلو جدا الهواي، طعمه حلو قوي. كمشروب صودا او كمشروب غازي الجوده بتاعته عاليه جدا، طعمه حلو قوي. طعم طعم البرتقال فيه او الصودا كمان مظبوط جدا، ما حسيتش ان فيه صودا كتير او زياده. طعمه حلو قوي. فهمت ليه هم بيحبوا يشربوه كتير هنا او بيشربوه كتير قوي بعد الاكل. ده اديله 8 من 10 مستحق. يعني الهواي طعمه حلو قوي الصراحه، من احلى الحاجات اللي جربتها في المنتجات. واخر مشروب اللي هو اليوجرت بالافوكاتو. لا طعمه مش حلو خالص، طعمه سيء، طعمه غريب. لا ده ما عجبنيش، يعني مقارنة بالحاجات التانية ده ما عجبنيش خالص. حتى ده هديله تقييم اقل من الزبادي اللي هو بالفستق. ده هديله 3 من 10، ما عجبنيش خالص. ف طعمه غريب، ما حسيتش بطعم افوكاتو. كده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تدعموني. عايزين نوصل القناه ل 50,000 مشترك. عرفوني في الكومنتات كمان رايكم في الفيديو. عرفوني لو حابين ان انا اجرب منتجات تانية هنا في المغرب قبل ما امشي. وما تنسوش تتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت من رحلتي في المغرب والفيديوهات اللي جايه كمان من رحلتي في المغرب. كان معاكم وائل خاطر رحاله مصري. ولو حابين تشوفوا محتوى مختلف ممكن تشوفوني على تيك توك او على انستجرام كمان. سلام واشوفكم الفيديو الجاي.